عطني إذنك. أبغي أقول لك عزيزي المشاهد، تراني مصدوم من اللي شفته، وأكيد أغلبكم شاف فيديو الأطفال واللي هي أغنية كرتونية غنوها أطفال الدول الكرتونية. مع أني قلت ما راح أتكلم في عطني إذنك عن الحصار، وقلت نتفرغ للشأن الداخلي وهمنا الاجتماعي، ولكن يجرونك غصب بقذاراتهم اللي ما تنتهي. ويوم شفت الفيديو واللي هي أغنية عودي على البر السعودي، قلت شو اللي يسوونه؟ شو اللي يبغون يقولونه؟ شلون يربون أطفالهم على الكراهية والحقد؟ شلون يزرعون فيهم الإجرام؟ وإنت يا مسؤول اللي سمحت لهذا العمل بالظهور، أنت صاحي ولا مجنون؟ يا مجرم، يا فاجر، بحذرك من ظاهرة أطفال الكراهية، أحذرك من نشوء جيل جديد من المتشددين المستعدين لممارسة العنف بفعل تربيتكم المريضة والحاقدة والكارهة لكل شيء. ومن هذا المنبر أطالب بفصل هذول الأطفال الأبرياء من حضن الإجرام والإرهاب اللي يترعرعون فيه. أطالب بحفظ الموروث الشعبي الخليجي الجميل من تحريفكم ومن عبث مخالبكم السوداء. لا إله إلا الله، حتى التراث الشعبي والثقافة الشعبية تعديتوا عليها ومديتوا أياديكم القذرة ولعبتوا فيها وزرعتوا فيها كل ما هو بعيد عن الأصالة وهوية الإنسان الخليجي المحب الكريم النبيل الشهم. يا دخلاء، لو كنتوا من هذا الأصل والفصل كان ما مديتوا أياديكم للعبث بهذا التاريخ، لأن الخليج الأصيل يعشق تراثه الجميل وما يسمح لأحد أن يعبث به. حتى الطفولة ما سلمت منكم. يا زمان العجايب، وش بقه ما ظهر؟ إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهر.